دقائق معدودة تقارب تلت ساعة قبل الإفطار للمرة الرابعة، أي السنة الرابعة بعد وفاة أخي علاء مظلوم رحمة الله عليه. أفطر وحيدا وهذا ليس سهلا، وأنني اليوم آكل فولا وبطاطس مهروسة وسلطة التغيير، لأن مشقة عمل الإفطار للنساء ونحن نسعى إلى أن نعيش ونرتزق بستر ربنا عز وجل، فهو فول وبطاطس مهروسة وسلطة خضراء وجبنة بيضاء وتمر وكوباية زبادي ومشروب الكركديه بالتمر هندي. أكل شعبي جميل للتغيير، إننا ياما أكلنا زمانا وزمانا أيام والدنا ربنا مظلوم وعز عبد الرحمن، وأنني إذ أسعد قناتي Egyptian Bonjik Siki for the Humans التي أتاحت لي الفرصة لكي أقوم بهذه الأعمال البسيطة والجميلة وتصبيري في المعيشة في حياتي الصعبة والقاسية، وإن كنت أظهر أمام الناس بأنني متفائل وإنسان بسيط، وهذه هي الحقيقة التي أعيشها وأستمع إذاعة القرآن الكريم لكي تكون لي مصاحبة في حياتي في رمضان المبارك وفي غير رمضان المبارك. إن الذكر لله سبحانه وتعالى مع البوم في رمضان المزعج الذي لا أجد له إلا تفسيرا أنه غلا ونفسيات ساقطة ولا تحبذ على رمضان، وهو العربية أصدرت بعض الأصوات الاتيماتيكية. إن رمضان المبارك من الأشهر الجميلة والعظيمة في حياتنا، والتي نسعى لخيرها وخير أمتنا وخير حياتنا وخير أيامنا. وقد تكون أيام رمضان منذ السبعينيات مرورا بالثمانينات مرورا بالتسعينيات مرورا بالألفين ثم 25 عاما التي نحياها بفضل الله عز وجل مصبرة لنا في حياتنا المعاصرة الصعبة التي نحياها جميعا، والتي نسعى فيها لخيرنا وخير وطننا وخير أمتنا العربية. بونجيك السيكي في رمضان قبل الإفطار في هذه الكلمات البسيطة لكي تعلموا من نحن. بونجيك السيكي العربي العالمي البسيط الذي يمتلك من المواهب الكثيرة، ولكنه في تعبه وإرهاقه الآن يتكلم لأنه يضع تذكارا لكل الناس في هذه الذكريات التي أصبحت نعايشها ونتعايش بها ونسعى إلى خيرنا وخير أمتنا. نعم، إن بونجيك السيكي ظاهرة بسيطة جميلة لطيفة عانى طيلة حياته في جهاد في سبيل الله على والديه وعلى أخيه راحل عبد المنعم مظلوم طبيب الأسنان والتأمين الصحي بوزارة الصحة المصرية. وأنني إذ كنت أعمل في وزارة السياحة والآثار المصرية أخصائي كمبيوتر أول على الدرجة الأولى، وقد عملت في مكتب الأمين العام مجلس الآثار ومكتب الوزير الاتصال السياسي قرابة 25 عاما، وقد ألهمني الله عز وجل الابتعاد عن القيادات لأنني عاشرتهم وعملتهم بما يكفي، وكنت حسن السيرة والأخلاق أمام الناس جميعا. وأنني في هذا رمضان المبارك أشكر كل من عملت معه في وزارة السياحة والآثار، ويتبقى لي في الخدمة 5 أعوام كاملة، وأتمنى أن أكون قد أديت واجبي في العمل، وما زلت سأؤدي طيلة حياتي محبا للناس ومحبا لكل العالم العربي والمعاصر. مع تحياتي بونجيك السيكي العالمي في رمضان وسعادة الإفطار.